اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. ويلا النهارده بناء على طلباتكم، مع ان الدنيا حر وملناش فيه في الحر، بس يلا عشان خاطركم تعالوا شوفوا الفطير وجمال الفطير الفلاحي. مفيش احلى ولا اطعم من فطير المنوفيه. فطير المنوفيه يا ولاد بخلي العجوزه صبيه. ايه رايكم؟ هنعرفك تعجنيه ازاي تخليه مورج وزي الفل زي ما انت شايفه معايا. طريقه خبيزه برضو بسم الله ما شاء الله يطلع معاكي كده حاجه بسم الله ما شاء الله عليه. يلا كده نخش على المقادير وهنكلمكم كلمتين عن الفيديو اللي فات. اهم حاجه كده ما تنسوش تدعموا هناء كده بلايك وتعليق. ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي، واللي اول مره يشوف قناتي يفرحني بالاشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا ولاد كده، ومكوناتنا سهله وبسيطه. انا ما بنحبش نعجن الفطير غير بايه؟ بدقيق وميه وملح بس، لا سكر ولا بودر ولا الكلام ده كله. هما حبه دقيق وانا مش مكتره يا ولاد، دول كيلو ونص دقيق. كيلو ونص من الدقيق هنحط عليهم حوالي معلقه صغيره كده او نص معلقه كبيره من الملح، مش اكتر من كده. حط الملح على الدقيق وهنعجن بميه عاديه خالص من الحنفيه. الجو حار، اللهم صل على النبي، مش مستاهله دف ميه ولا اعملي ميه، لا من الحنفيه على طول كده واعجني. وابدأي انزلي وانزلي واحده واحده. انا زي ما قلت لكم ده كيلو ونص، هيعملوا معانا زي ما هتشوفوا كده 3 فطاير. هيبقى حجمهم ممتاز يعني ما شاء الله عليهم. ابدأي كده انزلي بالميه وانزلي واحده واحده. وخلي بالك كل ما يبقى كميه الدقيق شويه تنزلي بالميه واحده واحده. فاكرين لما بنيجي نعجن رقاق ولا حاجه تلاقونا جايبه الجردل ويلا، لكن هنا لا، بالراحه كده عشان ما نزودش الكميه. العجينه هتلم معانا بسرعه يا ولاد، شايفين اهو. العجينه ديت ما خدتش في ايديا 10 دقايق، وخلي بالك مش متعب في عجين ولا في تبطيطه. لو مشيتي ورا الخطوات اللي هنعملها لك هتطلعي احلى فطير مشلتت. وزي ما بنقول لكم المنوفيه المنايفه البخله مشهورين بالفطير. الناس اللي تقول على المنايفه بخل، احنا مشهورين باعمال الفطير والله العظيم. زي ما بنقول لكم كده اي فطير نعمله، نسافروا اسكندريه، نسافروا مصر، نسافروا اي مكان يحلفوا بفطيرنا وحلاوه فطيرنا. يلا كده تخشوا كده على المجادير ومشوا بالطريقه ديت هيطلع معاكم مظبوط. انا نزلت بالميه ولميت العجينه وخليتها زي الفل كده زي ما انتم شايفين. خلاص على كده؟ لا طبعا، احنا لسه في اول المشوار. لم كويس، لم كده ما تخليش في الطبق ولا حبايه دقيق. ورش رش الدقيق كده على الرخامه. لو ما عندكش رخامه على طبليه، على صينيه. وابداي خد العجينه بقى. احنا بنعمل ايه هنا يا بنات؟ بنعمل عرج للعجين. العرج اللي بنعمله للعجينه دي اللي بخليكي تفردي الفطير على دواير الطبليه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وما تتقطعش منك، تترجم معاكي وتبقى زي الفل. الحركه البسيطه دي، الحركه ديت يعني هتخلي الفطيره تفرد معانا. جربي وقولي رايك فيها. خدي بقى بايديكي وخلي بالكم انا ما سرحتش على البطيء اهو. زي ما انت شايفه كده، دراعك وجعك زي دراعي بالصوم اهو. واحده واحده افردي ولمي، وحبه دقيق كده على الكونتر بتاعك او على الطبليه او على اي شيء عندك. وافردي ولمي، افردي ولمي زي ما انت شايفه كده. هتحسي ان العجينه بقت معاكي زي الاستك، بتشد معاكي وترجع تاني. هنا يبقى العرج بتاعك بقى مية مية. شايفين اهو. معلش هتسهج شويه بس مش هتسهج ولا حاجه. نغم قدامك اداها بوكس، هبه بوكس، رطبه بوكس. بصي بكسل كله كده بقى، وطلعي الكبت كده اللي عندك وظبطي دنيتك. والله يا ولاد زي ما انتم شايفين انا لا سرعت ولا شلت مقطع. هما الحبه اللي انا عجنتهم فيهم معاكم دول. وهتشوفوا قوام العجينه دلوقتي ما شاء الله عليه. ابداي كده لميها وظبطيها وخليها كده ما شاء الله كده. انا حطيت بس حبه دقيق عشان ما تمسكش مني. ولم العجينه كده وظبطيها. واحنا هنقطع على طول، احنا هنا مش هنريح، احنا هنقطع ونريح مره واحده. بس كده زي ما انتم شايفين كيلو ونص دقيق عملوا معايا 3 فطاير ما شاء الله. يعني اللهم صل على سيدنا محمد كده يا ولاد. احنا اتغدينا بفطيره منهم. وزي ما قلت لكم انا ما بنحبش نعمل الحاجات ديت في الصيف. اقسم لكم بالله انا عمتي كانت عامله وبعتت لنا 2 في الفريزر. يعني ساعه ما جم كده كل واحد من حلاوه الروح كده خد ما فيش، وحطيتهم في كيس وحطهم في الفريزر. بس انا كل شويه الفطير يا هناء، الفطير يا هناء. ادي الفطير يا حبايب قلبي. ربنا كده يبارك لي فيكم وطلباتكم اوامر. وربنا يا اولاد يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. هنبدا نقطع كده العجينه. قطعيها 3 قطع وكوريها وظبطيها. كيس بلاستيك كده وحطيه وافرشي على الدقيق كده زي ما انت عايزه تقطعي بزيت وتبططي على زيت اعملي. بس انا بنقولك على الطريقه الاصح، دي طريقتنا الاصليه. زي ما انتم شايفين كده هنجيب كيس عادي خالص من الكيس العاديه بتاعتنا. افتحيه وحطيه على الفطاير بتاعتك وسيبها تريح. هنسيبها تريح قد ايه؟ سيبها تريح كده من 10 دقايق لتلت ساعه.
على ما تكون الطبليه بتاعتي، غسلت الطبليه، ظبطت الحاجه اللي انا هنعمل فيها، هتلاقي العجينه ريحت معاك وبقت زي الفل. اهو زي ما انتم شايفين، غطيتها بالايه، بكيسه عاديه اهيت معايا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بقى كده نشوف الزبده اللي احنا سيحناها امبارح. والناس اللي بتسال يا هناء يا اولاد، انا بنوصل لموقف عبود. دي الزبده اللي انا مسيحاها امبارح معاكم اهي، يا دوب بدات ترمل معايا كده. ليه؟ لان انا ما دخلتهاش التلاجة اصلا، دول الشويه اللي كانوا في العلبه نزلتهم كده معاكم. انا بنوصل لموقف عبود القاهره وموقف محرم باسكندريه بس. ليه يعني؟ عشان ما فيش توصيل. اللي يلاقي شركه شحن تشتغل معايا يا ريت يوصلني فيها، ويبقى كتر الف خيره. شركة الشحن هتوصل للبيوت زي ما انتوا عايزين، وخلي بالكم يعني ممتاز. بس انا كل ما نتصل على شركة يقولوا ايه، مفيش توصيل مواد غذائية. احنا بنجيبوا الحاجات الجافة نركنها عندنا اسبوع 10 ايام على ما نوصلها، اما مواد غذائية هتفسد معانا. وده اللي بخلينا نقول لكم للموقف. طب لو الموقف ليه؟ عشان انا معاملة عربيتين على الخط، عربية بتوصل اسكندرية وعربية بتوصل القاهرة. خلاص كده تمام. وحطيت لكم رقم الناس اللي جالت الرقم، حطيت الرقم. تعالوا شوفوا بقى. ويا دوب حطينا العجين، وقلت لا، ما انا شايفه القطط بتوعه حواليا، هنجيب حاجه نفرش. هنجيب حاجه نفرشها ليه؟ عشان عارفه الدقيق هيبهدل الدنيا. بدل ما نقوم نكنس هنشيل الايه، الدفايه ديت ننفضها وخلاص. اتفرجوا بقى على اللي معانا. شفتوا؟ قولوا صباح الخير يا اللي معانا كده، او صباح الخير يا اللي معانا. واحده فوق وواحده تحت، ويلا يا ولاد ما فيش والله العظيم يا دوب حطينا الطب. ربنا كده يبارك لكم في اولادكم واحفادكم، ويرزقكم الخير دايما يا رب. يرزقكم كده يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، وترزق كل ولد الزوج الصالح وكل بنت الزوجة الصالحة، وتبارك لنا فيهم يا رب، وتجعلهم سند لنا في الدنيا وفي الآخرة، وتجعل قلبهم حنين علينا كده يا ولاد. يا رب يجعل قلبهم حنين علينا. العجينة هنا يا ولاد مش عايزة كلام. يعني أنا فردت كده، هي قلت يا ماما ده أنت عملت نصها بإيديك. قلت لها العجينة ممتازة، العجينة ريحت. لتتها وخدتها بإيديا كده فرد وتاني لما ظبطتها. والحاجة كارمة مش قادرة تديني، بصوا مش قادرة تديني السريح. خلاص نعمل بيه، خلاص اهي. فاضل شوية كده وتقوم تضربني. يلا قلت لها روح هاتي لك واحد على ما سهيتها، على ما نخلص ونفرد. ده ثلاثة والله ما مستاهلين زاحم، مش مستاهلين ان احنا نسحم ولا ندوش نفسنا يا ولاد. وبالسريح كده وافرد العجينة. مش هنقول لك قوام العجينة سلس، بتفرد معايا كده بكل سهولة. كل فردتين ثلاثة ارفعي الفطيرة، حط تحتها شوية دقيق بحيث برضو انها ما تمسكش معاك في الطبلية. وزي ما قلت لك ده اسهل طريق. ركك على العجينة، على خدمتك للعجينة، هتفرد معاك وتبقى ما شاء الله عليها. اهي لحد هنا تمام، سهل وبسيط ومية مية. اللي عايزه تقطعي كور صغيره وتعمليها كده، وتعملي مثلا 20 واحده، لا ديت اسهل لك والله. في ثواني هتكوني منجزه ومخلصه الفطيره. وخلي بالكم دي الطريقه الاصليه بتاعتنا، بتاعت زمان، بتاعت اجدادنا. كنا نعمل. وكانت الطبليه ديت تعتبر بالطبالي بتاعت زمان يا ولاد صغيره. الطبليه كانت قد ديت نبقى ونص، والفطيره تبقى واخده دوايرها ونازله كمان على جنبها كده. هو ده كان فطير زمان. فانا صراحه ربنا ماشيه بالطريقه ديت. وخلي بالك ده اسهل لك. ابداي كده افردي ومطي. خدي كده وافردي الفطيره اللي معايا ديت، هتاخد دوائر الطبليه وهتبقى نازله كمان زي ما انتم شايفين من عندي هبه كده. ليه؟ العجينه معايا زي الفل. وما تاخديش في بالك حته زي اللي اتقطعت قدامي ديت عادي. احنا كده كده هنلمها على بعضها. بس الهدف الاساسي ان انت رج خلاص كده. بنقول لها رشي هبه، قالت لا مش عارف. قلت لها دي السمنه سخنه، قلت لها لا مش سخنه ولا حاجه. وما تكتريش يا اولاد، ما تكتريش الزبده او السمنه اللي انت بتعمل بيها في الجو الحر بتاعنا ده. احنا عايزين بس حاجه تورق بين الطبقات، وبعدها تخليها رقيقه معانا. يلا كده نلم وندهن الحته اللي احنا ايه تنناها. ليه؟ لان هي من تحت مش من عاصة. وهنبدا نجيب الطرف عليها التاني، فلازم ندهن كده كويس اهو. كل ما تتهني بين الطبقات يورق معاك، وتشوف الرجات اللي انت بتشوفها كده معانا، اللي شفتها في الاول وباذن الله هتشوفها معايا في الاخر. دهنة السمنه الخفيفه ديت اللي بتخلي الفطيره مورقه معاك. افردي كده ولم واعمليها كده اللهم صل على النبي زي المستطيل. وفي الاخر كده لمها زي الظرف، وفي صينيه كده وايه، وابداي رصيها. الصواني لقيت نغم جايبه الصواني الصغيره، وقلت لها الصواني دي مش هتنفع خالص. وحلاوه الفطيره انك ترجيها. الفطيره اللي بتبقى سميكه جو ديت انا مش بنحبها. انا بنحب الفطيره كده تبقى معايا من جوه طريه، بس مش طبقاتها كتيره، لا مظبوطه. زي ما شفتوا كده في اول الفيديو يا اولاد. يعني ايه اللهم صل على سيدنا محمد. اللي في قلب الفطيره من جوه مش رجات كتير وتخينه كده على بعضها، وتيجي تاكلها كده تلاقيها ايه معاكي كده مش حلوه، لا. لكن لما تبقى فوق في طبقه من فوق متحمره كده، وطبقه من تحت، وفي الوسط كده 3 4 طبقات ممتازين. ما تكتريش عن كده. افردي الفطيره وخليها كده ما شاء الله. يعني تبقى معاكي ايه الفطيره اعلى من عقله الصباع بشويه، حوالي سنت كده ولا سنت ونص. دي تبقى سمك الفطيره معاك. والفطيره التانية ولا التالتة هم يا ولاد والله ما خدوا حاجه. يعني صراحه ربنا ما شاء الله.
طب انا ما كترتش ليه؟ عشان احنا في الصيف، احنا لو في الشتاء كنا كترنا، حتى لو حطيتيه في الفريزر وطلعتيه سخنتيه بعد كده في عشاء او فطار هيتاكل. لكن دلوقتي كل واحد عارف اكل ولاده ايه. انا عندي ولادي يعني ده في الشتاء بياكلوه بالزج كمان، يعني ان احنا فلاحين اهو، ناس كتير بتحب الحاجات دي هنا. بس انا المشكله عندي ان ولادي ما بيحبوش الحاجه الدسمه الزياده عن اللازم. يعني ماشي قرصه ماشي رجوجه ماشي، لكن الفطير والحاجات دي بيبقى تقيل. زي ما عملنا الاولى هنعمل التانية. شد كده وفرد على دوائر الطبليه، وخلي كرمه وكيان يقطعوا معاكي كده. شوف انا عشان حاطه الدفايه على هدومي عشان الدقيق. شايفين كرمه بتعمل ازاي؟ بيجلدوا بالظبط اللي بتعمليه، بيجلدوا اهو. بتشد الدفايه زي ما انا حطها على رجليها كده، تحط هي رخر على رجليها. يلا كده دهنة سمنه برضو خفيفه، ولمي ما تتهريش الفطيره كلها. الطبقه اللي تيجي عليها تبقى الفاضيه على اللي مدهون زي ما انت شايفه كده، وتهنيها برضو دهنه بسيطه. وهات الطرف التاني. التطبيقه ديت يا ولاد لو طبقتها صح كده هتطلعي الفطيره معاكي رجاتها ما شاء الله عليه. كلها رجات رجات كده، وفي نفس الوقت رجيجه. والسمنه برضو دهنه بسيطه بايدك كده، وايه وبططي كده بايديك. شيلي من الفاضي حطي على المليان بايديك، يعني الحته المليانه خدي منها بايديك، بتفضح كده عليها تشيل وتحط على الايه على الفاضي. ظبطنا الدنيا كده، وفي الاخر لمها زي الظرف. وفي صينيه برضو خلي بالكم الصواني دي انا مش هنخبز فيها، انا هنخلص التالتة ونقوم انا نجيب صواني بنفسي. ليه؟ لان انا بنبقى عارفه عيار الحاجه معايا، عيارها كده ايه، بنيجي عاملاها وعامله فيها على طول. يلا كده اللهم صل على النبي. دي اول صينيه معايا وحطيت فيها اول فطير، وبدات افردي الفطيره زي ما بنقولك على قد ما تقدري في الصينيه. شايفين على ما عملت التلاتة كانت ديت الاولانيه فردت معايا وبقت زي الفل. تفرد معاكي كده بكل سهوله. افرديها ورجيها. الصينيه لو كبيره ومش عايزه تفردي الفطيره الاخيرها عادي خالص معاك، افردي على قد ما انت عايز. خد المقاسه اللي انت عايزاها بالسمك اللي انت عايزاه، وسيبي بقيه الصينيه فاضيه عادي، مش هيحصل اي شيء. ويلا كده على طول ولعنا الفرن. انا كنت منبطط في ديت وعنتين وشها قشطه، وقلت لهبه ولعي الايه الفرن. اما تولعي فرنك وتدخلي الحاجه على فرن حامي اسهل لك، وتخلي معاكي الحاجه تطلع بسرعه. هتخبزي في فرن البوتاجاز 100 100 معاكي برضو فرن البوتاجاز. طب هنخبز فيه ازاي؟ هتولعي ارضيه وشوايه وتحط الايه الفطيره بتاعتك. طب عندك برضو ارضيه بس وشوايه بس، زي ما قلت لك في فرن الايه البكاكيه او الجرس المبسوس. هتولعي من تحت لحد ما تبدا تاخد معاكي لون، وتلاقي الفطيره جبت معاكي كده وخدت لون حلو من تحت. اطفي من تحت وولعي عليها الشوايه، هتطلع معاكي ما شاء الله عليه. فرن البوتاجاز برضو ممتاز في خبيز الفطير يا ولاد. عندك الفرن الكبير اللي زي بتاعنا ده، ابدا كده ايه ولعي. خلي النار من تحت عاليه سنه، ومن الشواريج من فوق هننزلها سنه دلوقتي اكتر من اقل من كده. وخلي بالك كده من الفطيره وهي في الفرن. اول فطيره اقفلي الباب عليها على ما الفرن يسخن معاكي يظبط معاكي. وكل شويه غيري الصينيه، شدها كده من بره لجوه، لففيها كده زي ما عملت معاكم بالظبط في الجرس. تخلي كده الصينيه بتلف، ما تسيبهاش في مكان ثابت. هتلاقيها استوت كلها معاكي مره واحده، شكلها كله مقرب من بعض ولونها جميل وزي الفل معانا. سبت لي الصينيه بقى وقفلت الفرن عليها وسبتها، لا مش هينفع خالص. لازم كده زي ما بنقول لك على طول عجلك في راسك تعرفي خلاص. شايفين الفطيره يا ولاد بدات تجب معايا. اما تجب معاكي كده الفطيره وانت بتخبزيها، اعملي حسابك ان الفطير بتاعك هيطلع مورج طري ما شاء الله عليه. فزعت معاكي كده، عملت رجات. كل رجه من اللي انت طبقتيها هتطلع معاكي كده في الفطير، اللي يبين لك ان انت ماشيه صح. جببان الفطير كده معاكي، تبقى انت كده مظبطه كل شيء معاكي والدنيا معاكي زي الفل. تيجي تطلعي الفطيره وتكسريها تلاقيها برضو ما شاء الله عليه ورقات ورقات كده وزي الفل معانا. صلوا كده على النبي يا اولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واللي وصل معانا لحد هنا ايه، ها، ما ينساش كده الله يكون تعليق لهنا. اللهم صل على النبي. بدات تلون معايا من فوق اهي. نبدا برضو نشوفها من تحت. شياله معلقه وشيلها كده وارفعيها. ارضيتك حاميه وطيها، ارضيتك مظبوطه ما شاء الله، ربنا يظبط حالنا وحالكم. طيب الارضيه عايزه سن، نعلي من تحت سن. تشغلي نفسك كده بالذات في الفطاير زي ما كنا بنعمل برضو في الجرس. ارفعي الحاجه كده وشوفي ارضيتك، ما تنكيش قاعده وسايبها شغاله من فوق وشغاله من تحت وانت مش عارفه ايه اللي بيحصل. لا، ظبطي الدنيا. ارفعي كده حرف الفطيره وشوفيه. خدت لون خلاص 100 100 كده معانا. عايزه نعلي عايزه نوطي، نبقى انا كده عارفه انا بنعمل ايه. يلا نشوف فطيرتنا. اللهم صل على النبي. عايزه سن، لا اللون ده حلو بس لسه المكان الابيض اللي فيها ده عايز حبه. هنهدي الشواريج ونولع ونعلي من تحت سن على ما تاخد لون من فوق زي تحت. احلى لون للفطيره اللي انت شايفاها معايا دي، تاخد لونها من فوق زي من تحت، تبقى انت كده 100 100. الفطيره معاكي طريه
ومجرمشه من بره، ومن جوه كده الورقات بتاعتها رجات رجات زي ما احنا مبططينها، وفي نفس الوقت ايه مية مية معانا. يلا هنا بدأت نهدي الشواريك خالص اهو، ونسيبها بقى تاخد لون من تحت. هتاخد معاك كام مش الفطيره الواحده من دول تاخدش معاك 10 من 10 ل 15 دقيقه في الفرن، تكون مستويه وطالعه بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. اللهم صل على النبي يا اولاد، ده احلى لون، ما تغمكيش عن كده، اوعي تغمقي وش الفطيره عن كده. ويلا نشوف بقى من تحت عملت ايه. ما شاء الله كلها كده خدت اللون وبقت زي الفل معايا. خلاص كده الفطيره دي تطلعيها وتحط التانيه مكانها. التانيه مش هتاخد معاكي وقت زي الاولى. ليه؟ لان هنا خلاص الفرن اشتغل، النار اتظبطت بقى مية مية. برضو دهنا وش الفطيره قشطه. ما عندكيش قشطه هتعملي ايه؟ من السمنه اللي انت دهنه منها الفطير، وحط كده كام نقطه على الصينيه من فوق، وابدأي كده بايديك وايه وتهني بقى وش الصينيه كله، هتدي معاكي نفس النتيجه. وخلي بالك السمنه كمان بتدي لون اجمل وما بتخليش يلسع معاكي. دخلنا اهوت الصينيه ديت كبيره، بس انا برضو عامله الفطيره فيها مدوره، وانا عملتها مربعه مش هتقول لك لا. كده كده احنا اللي هناكلها يا ولاد. صليتوا بنا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقفلي الفرن ما فيش ثواني، تلاقي الفطيره بدات تاخد معاكي لون. برضو نبص عليها من تحت، عايزه تعلي توطي حلوه من فوق، هدي شواريك. خلصي بقى الكميه اللي انت عاملاها كده زي ما انت شايفه معايا، 10 15 2 3 واحده. يعني انت ممكن تعملي نص كيلو دقيق وتعمليه فطيره، هتتغدي انت واولادك، هتتعشي انت واولادك، هتظبط الدنيا. نص كيلو دقيق يعمل لك فطيره محترمه زي اللي انت شايفاها معايا دي، مش صغيره، جميله. اللهم صل على النبي يا اولاد. خلاص كده الدنيا ظبطت وبقت زي الفل. طلعي الفطيره ديت وحط الفطيره ديت، ويلا ربنا يحسن ما بين ايديكم. يعني كده تالت واحده معايا اهي، نشيل دي ونحطها والبنات يشيلوها. ونفس الصينيه اللي انا خبزت فيها الاولانيه، شلت الفطيره من الاولانيه لما هدت على ما خبزت التانيه، وبططناها ودهناها برضو وحطيناها فيها كده عادي خالص. يعني انت لو عندك يمكن مثلا بدل الفطيره 10 وتخبزهم في صينيتين اتنين بس. اللهم ان ساعه ما تبرد تشيل المستويه وحط النيه وبططيها وتهني الوشها زي ما هتتهني، سواء قشطه او سمنه، ودخلها على الفرن على طول. ظبطنا الدنيا وخلصنا فطرنا وظبطنا حنة. الاكله دي ما تحلاش غير باللي احنا هنعمله ده. هنعمل ايه؟ عندنا طماطميتين، قرن فلفل، حبه تحطي خياره حطي، ويلا كده اعملي ايه حبه سلطه ونعميها. خلي الطماطم قطع صغيره والفلفل قطع صغيره. ولو زي ما قلت لك برضو حابه تحطي خيار اخضر حطي عادي خالص. هنقطع الطماطميتين، هم طماطميتين اتنين على نص قرن فلفل كمان. هنعمل ايه يا ولاد؟ هنعمل جبنه حادقه بالطماطم والفلفل ديت مع الفطير، على معلقتين طحينه على حبه زيت. انجلي بقى نفسك في حته تانية بالدنيا وما فيها. سيبك بقى من العسل، يعني الناس اللي مش بتحب العسل، انا جاي لكم قبل كده برضو، يعني انا الحلويات مش بنحب نكتر فيها، ولا اي حاجه مسكره نحب نكتر فيه. ليه؟ لان اللهم صل على النبي، ولاد التعب اللي عندي ده مش عايز لا اللي مسكر قوي ولا السمين. انا بنرد نفسي برضو، مش هنقول لكم ما بناكلش، بس بصوا عرف الله، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه على قدي، يا دوب لقمه او حاجه زي كده وخلاص بقى رديت نفسي بيه. فبنعمل الجبنه على الطماطم ديت بحته الجبنه القديمه كده بالمش. ما شاء الله يا ولاد. والطحينه بتخليها بارده معاكي وزي الفل، يعني معلقه كده طحين على معلقه زيت على الخليط اللي احنا عملناه دي، وكسري كده الجبنه ونعميها، ويا سلام يا ولاد. عملتها في فطار، عملتها في غدا، ما شاء الله عليها، تبقى زي الفل معاك. اهم حاجه كده نعمي كله، نعمي الطماطم والفلفل والجبنه بالسكينه كده زي ما انتم شايفين وكسرته، او يعني تشوفوا كده دي ولا الحلاوه الطحينيه يا ولاد. نجيب طبق واسع بقى يلا ونفضي فيه الكلام ده كله، ومعلقتين طحينه على معلقه زيت وبمعلقه كده وقلبيهم، لا ملح ولا فلفل ولا، هي الجبنه كده كده حادقه، هتظبط معاك الطعم، هتخلي لك الدنيا كده ايه يعني مظبوطه. الطحينه هنا بتبرد المش، بتبرد الجبنه القديمه، بتديك طعم كده كمان. معلقه زيت صغير، الزيت هنا بنعم الجبنه وبنعم الطماطم، خلي لك الحاجه كده دايب. ودي بتنعمل تعملها بجبنه بيضه برضو تبقى زي الفل. يعني لو حته جبنه قريش او جريش وحطيت ده كله برضو عليها كده وظبطت الدنيا، تبقى ما شاء الله عليه. قلبي كويس بقى الطحينه مع الزيت مع الطماطم مع الحاجه ديت، قلبيها كويس، قلبي كده وظبطي. عسل اسود، جبنه بيضه، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك عسل ابيض، اللي موجود عندك هو ده تغميس الفطير، هو اللي انتوا شايفينه دي. صراحه ربنا الطحينه بردت الجبنه وخلتها زي الفل. يلا كده ندخل على الفطير بتاعنا.
ونقطع كده من الفطير بتاعنا ونشوف. يلا كده اللهم صل على النبي يا ولاد. حاجه زي العسل اهي، وسهله وبسيطه وتعملها في ثواني. يعني لو مش عندك طبليه، لو عندك رخامه اعملها على الرخام. طبق من الالومنيا الكبير افردي عليه عادي خالص. يلا كده نشوف. قطع كده من الفطير، وما شاء الله على الفطير بتاعنا وجمال. كان نفسي تسمعوا الصوت واحنا بنقص كده، بس انا المشكله عندي في التصوير بالصوت ده. العيال بتبقى عامله دوشه والدنيا زيطه وناس، يعني احنا في دوشه ما احناش فاهمين، فبقيت نشيل الصوت على طول. تعالوا كده خشوا وشوفوا الرجات وشوفوا الطبقات بتاعتنا، وشوفوا قلب الفطيره من جوه طري كده وزي الفل معانا، ومن بره كده مجرمشه ومية مية. يلا نشوف كده التانية. هنكسرهم كلك، يعني هنكسر احنا كده كده احنا اللي هناكلها. تعالوا بقى وشوفوا بالايد كمان بينت الفطيره عن المقاص. شايفين اهي عامله ورقات كده وجميله، وبسم الله ما شاء الله عليها. بصوا بقى كده الرقات هنا، والفطيره فعلا يعني الورق بتاعها كده ولا الجلاش. وده من ايه؟ من تبطيط الصح، من فردانك الفطيره صح على الطبليه او على الحاجه اللي انت بتفردي معاها. كل ما تفردي وترجي تطلع معاكي بالجمال ده. شايفين؟ اظن ما فيش احلى من كده. يلا بقى زي ما انت عايزه بقى تاكلي، عسل، جبنه قديمه، جبنه بيضه، اللي موجود عندك. والله العظيم هو انا قلت لهم اصلا، احنا قلت لهم خلي بالكم والله ده مو عايز ما هوش عايز حاجه خالص، ده هو يتاكل حاف كده من غير اي شيء. يا رب كده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وجربوا كده وقولوا لي بتحبوا قشطه، بتحبوا عسل ابيض. بصوا اللي بتحبوه كلوه، ربنا كده يديمها علينا نعمه وعليكم ويحفظها كده من الزوال. لم الفطير بتاعنا على بعضه عشان ما ينشفش اكتر من كده. ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، وتجربوا الوصفه الجميله دي وتقولوا رايكم فيها. والناس اللي طلبوها مني والله مقدمها لكم بحب وعامله لكم فيها البدع. ربنا يا رب يكرمكم وتعملوه ويطلع زي الفل كده. يلا نشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.